لو عندك بقى شوية دقيق قومي بقى نعمل بيهم حاجة حلوة قوي بنشوفها في مخبوزات الافران وبنبقى كده هنتجنن عليها ونفسنا قوي قوي نعملها في البيت، وهو الفايش السريع بتاع الافران. هنعمله بقى النهارده بطريقه سهله جدا جدا، وكمان هقول لكم ادق التفاصيل علشان يطلع ناجح معاكي من اول مره. وعايزه بقى اوريكم شكله والفراغات والتوريقه الحلوه قوي اللي موجوده فيه. تسويته مظبوطه جدا جدا ومقرمش معانا، واسمعوا كده صوت القرمشه، وبجد طعمه حلو جدا. طعم كده مع قرمشه مع ذوبان مع ريحه كده فوق الوصف. وصدقيني بقى لو جربتيه بالطريقه دي مستحيل تشتريه تاني. ويلا بينا بقى نشوف المقادير والطريقه مع بعض. واول حاجه معانا كوبايتين من الميه الدافيه. الميه دافيه مش سخنه عشان لو سخنه هتموت الخميره. وهنحط عليهم معلقه كبيره ونص من الخميره، ونص كوبايه سكر، وهقلبها بقى كويس واغطيها واسيبها كده دقيقتين 3. وانا هنا بعمل تيست للخميره بتاعتي. لو انت واثقه في الخميره بتاعتك تقدري تستغني عن الحركه دي خالص. شايفين بقى الفقاقيع اللي بقت في البوله دي؟ معنى كده ان الخميره بتاعتنا كويسه. نكمل بقى بقيه المقادير. هنحط بقى عليهم نص كوبايه زيت، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من ريحه الكحك. ممكن تستغني عنها بس بصراحه هي بتدي طعم وريحه حلوه قوي للفايش. ومعلقه صغيره كركم، ما تكتريش عن كده عشان لو كترتي هتمرر معاكي. وكمان هنحط نص معلقه صغيره من بودره الزعفران. مش موجود عندك ممكن تحطي بدلها نص برده معلقه صغيره من المحلب. مش عايزه تحطي بقى ولا ده ولا ده ما تحطيش، بس اللون بتاعه هيبقى فاتح قوي مش زي اللون اللي انت شايفاه ده. ونقلبهم بقى كويس جدا. وبعدين هنحط عليهم كيلو من الدقيق المنخول، ونعجن بقى بالميه. ونحط الميه بتاعتنا شويه بشويه. بالنسبه لي انا اخدت العجينه كوبايه الميه دي الا ربع، يبقى مجموع السوائل اللي خدتها العجينه كلها 3 كوبايات الا ربع من الميه. ونخلي بالنا طبعا ان كل دقيق بيختلف عن التاني، فحطي الميه شويه بشويه علشان ما تحطيش كتير فتحتاج ان انت تحطي دقيق تاني. ونفضل بقى نعجن فيه لمده 10 دقايق لغايه ما تبقى عجينه نص ناعمه. والعجينه دي بقى معلش من ضمن المعجنات اللي بتحتاج بس شويه خدمه في العجن علشان احنا عايزين نعمل لها عرق قوي. وبس كده تمام قوي. شايفين العرق اللي بقى في العجينه من العجن اللي احنا عجناه؟ دلوقتي بقى نحطها تاني في البوله ونحط عليها معلقتين سمنه، وبعدين نرجع بقى نعجنها تاني ونشربها كويس قوي بالسمنه. وانا هنا بوريك ان العجينه هتتقطع منك، ما تقلقيش خالص بقى ولا تزودي دقيق ولا اي حاجه. اعجني بس فيها لمده 5 دقايق هتلاقيها اتلمت معاكي وبقت عجينه ناعمه وطريه ومش بتلزق في الايد. هندهن بقى الوش بتاعها بشويه زيت، وبعد كده هنغطيها بالبلاستيك راب ونسيبها بقى لمده نص ساعه علشان تخمر ويتضاعف حجمها. ده لو في الصيف، لو في الشتاء مش اقل من ساعه. رايكم
رايكم بقى في العجينه بتاعتي القمر دي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله بعد نص ساعه ازاي خمرت معانا وملت كمان البوله، وشايفين كمان البلاستيك راب ازاي منفوخ ومعبي هوا من التخمير. هنخرج بقى الهوا منها. وبعد كده هناخدها بقى ونحطها على المفرش بتاعنا علشان نبدأ نقسمها. حابة هنا بقى انك تقطعيها ل3 ترغيفة من الفيش، مفيش اي مشكلة خالص. حابة تقطعيها ل5 ترغيفة برضو مفيش اي مشكلة. انا هنا بقى هقطعها ل4 ترغيفة. وبعدين هناخد بقى كل قطعة ونعملها كورة بالشكل ده، ونحطها بقى في صينية مش دهنينها بأي مادة دهنية. واهم حاجة هنا بقى اننا لازم نغطي العجينة كويس جدا علشان ما تعملش اي قشرة. وبعدين هنجيب اول كورة ونفردها، هنفردها الاول بايدينا وبعدين هنجيب النشابة ونفردها بيها، ونحاول بقى نفردها على قد ما نقدر على شكل مستطيل. وادي سمك العجينة بتاعتنا اللي احنا محتاجينه، لا هو رفيع قوي ولا تخين قوي. ونيجي بقى على طرف العجينة ونعملها رول ونلف ونضغط بالشكل ده. فاكرين العيش الفينو اللي احنا عملناه مع بعض؟ هنعمل برضو الفايش بنفس الطريقة، هنلف وهنضغط، والحركة دي بتخليه مفيهوش فراغات كتيرة من جوه. واللف اللي احنا بنلفه ده دي التوريقة اللي هتكون في قلب الفايش من جوه. وبعد ما لفيناه كويس وضغطنا عليه واحنا بنلفه، هنقفل بقى الحروف والجوانب بتاعته بالشكل ده كويس جدا جدا علشان ما تفتحش مننا وهي بتتخمر او هي حتى في الفرن بتستوي. نرول بقى الرغيف بتاعنا ونحاول نفرده شويه صغيرين، ولو لقينا فيه لسه حاجات مفتحه نقفلها كويس جدا، ونحاول نخلي حجم الرغيف بتاعنا كله قد بعض عشان في الاخر يطلع شكله حلو ومتناسق. وبعد كده هنحطه في صاج مش مدهون فيه اي ماده دهنيه وهيبقى بالشكل ده. واهم حاجه لازم تاخدي بالك منها ان في اي خطوه بتعمليها في العجينه لازم تغطيها علشان ما تنشفش فتعمل قشره. ونعمل مع بعض واحد تاني بس هسرع الفيديو شويه علشان بس ما يبقاش طويل عليكم. وبس كده. دلوقتي بقى هنحطه في الصاج اللي مش دهنين فيه اي ماده دهنيه، ونحاول نسوي الرغيف بتاعنا كويس جدا لان هو ده الشكل اللي هيطلع عليه شكل الرغيف. وبعد ما خلصنا تشكيل كل العجينة اللي موجودة معانا، دلوقتي بقى هنغطيهم ونسيبهم لمدة نص ساعة علشان يخمروا ويتضاعف حجمهم. ده لو في الصيف، لو في الشتاء هنسيبها ساعة. وده بقى شكله بعد ما اختمر، شايفين حجمه اتضاعف ازاي. دلوقتي بقى هنحطه في فرن سخن على درجة حرارة 180. هندخله في الرف اللي في الوسط، هنسيبه بقى لغاية ما يحمر اللون بتاعه من تحت. ولو حسيتي بقى ان لونه من فوق مش عاجبك، شغلي له الشوايه شويه لغايه ما يحمر ويوصل للون اللي انت عاوزاه. تعالوا بقى نشوفه بعد ما خرج من الفرن. مش هنعمل هنا فيه زي ما بنعمل في كل المعجنات اللي بنعملها، هنرش عليه ميه بعدين نغطيه. لا، هنا لا هنرش ميه ولا هنغطيه، احنا عايزينه كده معرض للهواء.
شايفين بقى الفايش بتاعنا حاجة كده تسوية ولون ما شاء الله، حاجة كده بجد في منتهى الجمال. وكمان لون القاعدة بتاعته حاجة كده تجنن، حاجة كده بجد مظبوطة. وطبعا مش هنقطعه دلوقتي خالص وهو لسه سخن، والمفروض ان انا ما كنتش جيت ناحيته، بس انا حبيت اوريهولكوا، فلازم نسيبه لما يهدى خالص خالص. ويا سلام بقى لو انتوا عملتوه بالليل وجيتوا كده الصبح قطعتوه هيبقى كويس جدا، لانكم لو جيتوا قطعتوه وهو لسه خارج من الفرن هيفرول ويتكسر ويبقى شكله مش حلو. فهنسيبه على الاقل 4 ساعات، وانا هنا سيبته بقى حوالي 5 ساعات وبعد كده قطعته. هنقطعه بقى بسكينة مشرشرة علشان ما تهدرش معايا في العجين، وهنقطعه شرايح متوسطة، ما تكونش سميكة قوي وما تكونش برضو رفيعة قوي، علشان لو رفعتها قوي هتنشف معايا في الفرن بشكل مبالغ فيه وهيصعب قوي قطمه. ولو خليتها بقى تكون سميكة قوي هتتعبني وهتاخد معايا وقت كبير وانا بحمصها. وفي الوقت ده بقى كنت بوريكم قطعة كده من جوه. شايفين الفراغات ما شاء الله، التوريقة حلوة قوي قوي وظاهرة فيها، وشايفين كمان قد ايه هش وخفيف وحاجة كده اسفنجية. هنكمل بقى تقطيع كل الكمية اللي موجودة معانا، وبعدين هنرصهم في صاج مش مدهون فيه اي مادة دهنية، وهندخله بقى فرن سخن، وهنقيد الفرن بتاعنا من تحت بس. هنخلي النار بتاعتنا على اهدى درجة، وبعد بقى ما ياخد لون ذهبي حلو من الناحية اللي تحت هنقلبه على طول على الناحية التانية، مع المتابعة طبعا وتحريك الصينية علشان كله ياخد نفس لون التحميصة. شايفين بقى كل الكمية دي من الفايش بعد ما اتقطعت من كيلو دقيق واحد وشوية مكونات بسيطة عملوا معانا كل الكمية دي من الفايش. شايفين بقى شكله بعد ما اتحمص معانا، بجد طعمه وريحته كانت قلب المكان كله. اجمل واطعم فايش ممكن تعمليه. تاكليه بقى مع حته جبنه وفنجان شاي بلبن. وانا عن نفسي بحب الحاجات دي تبقى دايما موجوده في البيت، بتسهل علينا كتير، وكمان الواحد بصراحه اتصدم من سعره رغم ان مكوناته بسيطه زي ما انتم شايفين كده. وصدقيني بقى لو جربتيه بالطريقه والمقادير دي مستحيل تشتريه تاني. ويا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي في الفيديو ما ينسانيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. سمعتوا بقى صوت القرمشه وبس كده، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.